السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل الأهلوية، وألف ألف 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 مبروك لكل الأهلوية. فوز الأهلي على الزمالك بكاس مصر رقم 39 في تاريخ النادي الأهلي. الفوز النهاردة على الزمالك 2-0. أسيست قفشة لإمام عاشور، وأسيست إمام عاشور لقفشة. وامام عاشور اللي كان طريقه الزملكاويه اول ما جه الاهلي وشك وحش وبتخسر بطولات، بياخد احسن لاعب في المباراه. بعيدا عن الفنيات الكتير، شويه نقاط سريعه بس كده. امام عاشور بيدخل في قائمه اللعيبه اللي اول مره يخشوا يلعبوا مباريات قمه ويسجلوا فيها، زي برونو سافيو وخالد بيبو ومعتز اينو وامام عاشور ومؤمن زكريا وكهربا. كل دول في اول ماتشات قمه ليها احرزوا اهداف في فريق الزمالك، وكانت اغلبيتها ان هي اهداف ببطولات، مش اللي هو كان لقاء فقط لا غير، فيما عدا خالد بيبو لانه كان 6-1 طبعا، كان مباراة في الدوري. النهارده طبعا مصطفى شوبير بجد 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 احد اسباب فوز الاهلي النهارده. مصطفى شوبير وتألقه في اول في الكورتين اللي شاطوا عليه، سواء كرة الشوط الاول او كرة الشوط الثاني، بجد 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 هو من احد نجوم المباراة النهارده. بعديه رامي ربيعة، راجل في الملعب، بجد راجل في الملعب. مارسيل كولر النهارده كان بادئ بكريم نيدفيد ومعاه السولية عشان يكتر خط النص ويعمل زحمه كده في خط النص ويأمن الدفاع شويه، بالرغم انا ما كنتش شايف ان هو لازم يأمن دفاع جامد كده، يعني الدفاع كده كتير، بدليل ان هو اما نزل في الاخر خالص مروان ونزل قفشه، لعيبه الاهلي بدات تتحرك، اللي هو اللعب الطبيعي بتاع الاهلي، اللي هو خلاص الاهلي مسك الماتش وعادي. انا شايف الاهلي اصلا كان عمل كده من الاول، ولكن دي افكار مدرب، وهو كان رامل كده، جايز كان عامل حسابه انه يوصل لوقت اضافي، وممكن اللياقه هي اللي تبقى هي العامل الاساسي واللي هي ترجح كفه مباراه. النهارده من اللعيبه السيئه جدا في رايي انا النهارده حسين الشحات، بجد حسين الشحات النهارده وبيرسي تاو. حسين الشحات كان بينزل لجوه كتير قوي بدل ما يعمل استريتش للملعب. اي نعم الاهلي كان مصمم ان هو يخترق من العمق، بس حسين الشحات مش اللعيب اللي بيخش من جوه عشان يمشي لقدام. حسين الشحات بياخد من الطرف ويكمل لجوه، مش العكس، مش يخش ويلف. يعني انا شايف حسين الشحات يا اما بيجي بعدلته ويشوط كوره، لكن هو يخش هو وبعدين يرجع تاني للجون، انا مش شايف ان ديت اصلا عدلة حسين الشحات. فعشان كده انا شايف ان هو كان سيء النهارده. بيرسي تاو دوره ما كانش موجود برضو، لعيب كان عادي جدا 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 النهارده، ما فيش اي حاجه، حتى اللمسات بتاعته خفيفه جدا، ما فيش كرة جامده، ما فيش حتى ترقيصه واو يتقال عليها. كهربا طبعا النهارده ما ينفعش ان احنا نحكم عليه خالص في الماتش، غير ان هو كان بينزل كتير تحت عشان يستلم، لان ما فيش كور واصله له اصلا، لان الاهلي بيحاول يباصي كتير، وبرضه البساط ما كانش ليه لازمه، مش زي الاستحواذ الاهلي بيستحوذوا في باقي الماتشات، بدليل ان الشوط الاولاني طالع استحواذ للزمالك، ودي حاجه برضه مش كويسه للاهلي او بسكواد الاهلي اللي كان موجود. ولكن الشوط الاول جايز مارسيل كولر كان في دماغه سيستم زي ما بقول، كان ممكن عاوز يوصل لركلات الوقت الاضافي، واللياقه هي اللي ترجح كفه الفرقه بتاعته او ترجح كفه الاهلي يعني. امام عاشور النهارده طبعا واخد احسن لاعب في المباراه، على الرغم من ان قفشه عامل هدف واسيست وهو عامل هدف واسيست. قفشه واخد انذار وهو واخد انذار، ولكن امام عاشور لاعب المباراه كلها، قفشه لاعب جزء صغير من المباراه، دي بتتحسب كده برضو، عشان في ناس كتيره مستغربه ليه مش قفشه. فده السبب، لان هو لاعب المباراه كلها،
وعامل نفس اللي عمله قفشه، من الاتنين زي بعض، ولكن واحد لعب المباراه كلها وواحد لعب جزء من المباراه. النهارده علي معلول، دور علي معلول النهارده جميل جدا جدا جدا، وكان هادي جدا جدا في الملعب بصراحه. يعني من الماتشات برضو اللي علي معلول فيها تقيل في الملعب، تقيل. محمد هاني النهارده كان خفيف قوي، كان خفيف جدا. يعني الكرة عمل فاولات كتيره ملهاش لازمه، وكان باين ان هو هادي، ولكن هو من نفسيا او داخليا لا، كان متعصب، كان متعصب. بدليل الكرة اللي عملها مصطفى شلبي اللي هو موه عليه وطلعها اوت، هو جات له بعديها موه، بدل ما يعمل عليها كنترول لا، وقف على الكرة وبعدين طولت منه وهو بيجري بيها وطلعت اوت. بعدها على طول مفيش اي فرق. النهارده الاهلي له ضربة جزاء بتاعت امام عاشور في الشوط الاولاني، ودي ضربة جزاء. والتانية في رأيي برضو، في التانية في رأيي، لكن الأولى دي أساسي، أنا متأكد إن الأولى دي ضربة جزاء. التانية بتاعت حسين الشحات اللي كان عدي فيها من الجنب واتشد على الخط، ممكن دي تحسب على الخط، بس حتى ما اتحسبتش فاول، الحكم ما حسبهاش. الحكم النهارده كان أداؤه مش الواو، مش ياخد 10 من 10 مثلا، لكن ممكن النهارده ياخد 7.5، ياخد 8، علشان الكورتين دول. الفار طبعا في الكورتين دول هو مفروض هو اللي ينبهه، كان هو اللي ينديله. لكن الحكم النهارده اداؤه مش سيء جدا، مش وحش قوي، مش وحش اصلا، ومش واو قوي، لان لعيبه الفرقتين كانوا مسهلين له الموضوع، اللعيبه كانت مسهله الموضوع، ما كانش فيه اعتراضات، ما فيش التحامات قويه، او الالتحامات اللي هي يبقى فيها شك شويه وشويه. حتى كوره حسين الشحات اللي اتعور فيها عمر جابر، هو بيلف بظهره، فانا مش شايف ان هو قاصد، حتى لان الكره كانت هجمه للاهلي، فهو ليه اللي يخليه يعمل كروبات في الهواء ويلف والكره كانت معاه اصلا. نزول قفشه ومروان، انا شايف ان هم دول المفاتيح الفوز بتاع الاهلي النهارده. بعد ما نزلوا الاهلي مسك كوره، والاستحواذ بدا الاستحواذ بتاع الاهلي يتحول. من الاهداف النهارده بتاعت الماتش برضو اللي كانت موجوده، ان مهما اللعيبه بتاعت هي مش جايه من الاهلي، ولكن انا هتكلم زي جماهير الزمالك اللي جايه من الاهلي، عبد الله السعيد او ناصر، الاتنين مفيش اي حاجه النهارده. يمكن ناصر نزل لعب شويه، عبد الله السعيد موجود في الملعب وهي مش موجود، هو كرة واحده بس اللي لعبها، كان المفروض يعمل ثرو، اتعملت وما جاتش مظبوطه او طلعت طويله. وبنفس الموضوع، نفس الموضوع برضو، الناس اللي قاعده بتقول اول ما جه عبد الله السعيد، المحللين الكبار، عبد الله السعيد صغر في السن وبقى عنده حوالي بتاع 28 سنه او 30 سنه. طيب 30 سنه النهارده ما عملش حاجه في الملعب، ما جريش. وعبد الله السعيد دوت من ساعه ما جه الزمالك ما لعبش ب 8 ب 5 جنيه، مش ب 8 جنيه، ب 5 جنيه، ما لعبش ب 5 جنيه. ما عملش اي حاجه في الثلاث ماتشات او الاربع ماتشات اللي لعبهم مع الزمالك. المحلل المحترم اللي كان بيقول من ساعه ما مضى للزمالك وهو صغر في السن، وبقى عنده 30 سنه ولا عنده 28 سنه. عبد الله السعيد النهارده ما عملش حاجه، مش شايفه. هيفضل خروجه من النادي الاهلي علشان خاطر الفلوس، بدون اي بطولات وصفر بطولات، سواء راح بيراميدز او الزمالك. لسه هنقول ان الدوري طويل ولسه في الملعب، ولكن ان شاء الله ان شاء الله برضو الدوري هيبقى ان شاء الله بتاع الاهلي، ان شاء الله بعون الله. في النهاية الف مبروك للاهلي، والف مبروك لجماهيره، الف مبروك لمارسيل كولر. ديت تقريبا المباراة الرابعة على التوالي ان ما يخسرش فيها من الزمالك ويفوز، مش تعادل، فوز على الزمالك في رابع مباراة على التوالي تقريبا على ما اتذكر يعني. وبطولة 39 زي ما قلنا لكاس مصر للنادي الاهلي، وبيزود في عدد الالقاب وبيزود في عدد الكؤوس، واول مرة كاس مصر يخرج بره مصر ويتلعب بره مصر،
ويبقى اهلاوي برضه كالعاده، يعني كالعاده. ارقام كتيره الاهلي النهارده حققها بصراحه. وفي رايي المكسب الكبير هو مستوى مصطفى شوبير، اللي كل مباراه بيزيد الحمد لله. والنهارده امام وقفشه، قفش على الزمالك تاني كالعاده بتاعته. قضيه بقت مسجله بترند قفشه. والحمد لله الحمد لله على المكسب، والحمد لله على ان الواحد اهلاوي.